أوحى الله إلى موسى: يا موسى إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته، ولو سألني غلاف صوت لم أعطه، ليس ذلك من هوان له علي، ولكني أريد أن أدخر له في الآخرة من كرامتي، وأحميه من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوء. يا موسى ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء أن خزائني ضاقت عليهم، وإن رحمتي لم تسعهم، ولكن فرضت للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم. أردت أن أبلو الأغنياء كيف مسارعتهم فيما فرضت للفقراء في أموالهم. يا موسى إن فعلوا ذلك أتممت عليهم نعمتي وأضعفت لهم في الدنيا للواحدة 10 أمثالها. يا موسى كن للفقير كنزا وللضعيف حصنا وللمستجير غيثا، أكن لك في الشدة صاحبا وفي الوحدة أنيسا، أكلأك في ليلك ونهارك. الحديث طويل شوية نسبيا عما ذكرناه من الأحاديث السابقة، ولكنه بيبين نقطة مهمة جدا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وذكرنا قبل كده الآيات والأحاديث، وكيف أن الله عز وجل قدر الأرزاق لعباده في الدنيا، فمن قدر له أن يكون غنيا كان غنيا، ومن قدر له أن يقدر عليه رزقه فيقدر عليه رزقه. ولو كشف الغطاء والحجاب لاختار الغني غناه ولاختار الفقير فقره، لأن الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، وهو يعلم ما يصلح العبد، ما يصلح العبد ليكون من أهل الجنة، مش ما يصلح العبد إنه يتمتع في الدنيا. عشان دي نقطة برضو مهمة جدا. اوعى تفتكر إن ربنا خلقك عشان تتمتع بالدنيا أو تتمتع بالمال، وإن كان دي حقيقة طبعا، ولكن ليس هو الهدف كما تكلمنا من قبل. دي كلها أسباب عشان توصلك لرضا الله عز وجل وتوصلك للجنة. اللهم اجعلني أنا وأنتم جميعا وأمة محمد من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ده أول نقطة. النقطة الثانية: إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته، وهو نفسه ولو سألني غلاف صوت لم أعطه. عارفين يعني إيه غلاف صوت؟ عارفين الجراب بتاع الكرباج اللي عنده مسدس، الجراب بتاع الطبنجة اللي عنده المحفظة، خلينا نقول حد فينا معهوش محفظة في جيبه؟ اللي معهوش المحفظة، ولو سألني جراب صوت لم أعطه. إزاي ده يطلب الجنة ربنا يديها له، وهو نفسه لو طلب جراب صوت في الدنيا ربنا يمنعه عنه؟ ليه؟ لأنه قضاء الله وقدره نافذ لا محالة. ربنا أراد لهذا أن يكون غنيا، وأراد أن يكون لهذا فقيرا، وربنا جعل الدنيا دار مقر ومستقر ولا دار مرور؟ مرور، ما انتش قاعد فيها. وفي نفس الوقت ربنا خلق الدنيا والعصر إن الإنسان لفي خسر. الدنيا ابتلاء، دار ابتلاء، كلها اختبار. الغني مبتلى والفقير مبتلى، ولو علمت أن الغني ابتلاءه عظيم وكبير يوم القيامة لتمنيت أن تكون حد يتمنى؟ هتقول لي طالما الكلام بيتعارض، انتوا المشايخ دول بيقولوا حاجات عجيبة قوي. سيدنا علي بيقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. سيدنا علي بيقول الفقر، أي فقر؟ فقر المال ولا فقر الصحة ولا فقر الإيمان ولا كل ما يشمل ذلك؟ أطلقه خلاص. ولكن الفقر الذي ينسيك الله كارثة، فما بالك الغنى الذي يبعدك عن الله.
الفقير يسأل عن فقره، والغني يسأل عن ماله، عن ماله الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. خلي بالك، ولما تيجي تسأل لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن إيه؟ عن 4. الوحيد اللي جه فيه سؤالين 2 الغني: من أين اكتسب وفيما أنفق. سؤالين 2، خلي بالكم، اقروا الحديث وشوف السؤال هنا، هتلاقي السؤال مزدوج للغني: من أين اكتسب وفيما أنفق. مصيبة. فأنت ما تعتبرش إنه ما تقعد يا رب اغنيني، يا رب يبقى عندي، لا، أصلك ما أنتش عارف أنت لو ربنا اداك هيكون وضعك إيه. ولذلك إن من عبادي لكرامته على الله ولأنه من الأتقياء لو قال يا رب اديني، مش ربنا قال لسيدنا النبي وطبعا سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه أرسل له الملك الجبال قال يا محمد لو شئت لأعطيتك أو لجعل الله لك الجبال ذهبا، ولو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. ولما جه خيروا ملك الموت، لما ملك الموت: أتريد أن يطلق الله لك عمرك يا محمد؟ فيقول: لقد اشتقت إلى ربي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يدعي يقول إيه؟ اللهم اجعل الدنيا في يدي ولا تجعلها فين؟ مش بتاعتي، مش بتاعتنا. المؤمن الدنيا مش بتاعته. اوعى تفتكر ابدا انك تمسك فيها، اصلك لو مسكت فيها هي كمان هتمسك ايه؟ فيك، مش هتسيبك. ولو الدنيا مسكت فيك وانت مسكت فيها يبقى على العوض. اما لو انت سبتها هتجيلك وهي راغمه وانت ما انتش عايزها، وتقول لها اليك عني. ليه؟ لانه اللي معاك مش بتاعك. بقيت فاهم، عارف انها ايه؟ خلصانه. ولما هي خلصانه مش عاوز. اللي هيفضل معاك هتتسأل عنه ويتمتع به الورثه وانت اللي تتسأل عنه. فما تزودهاش قوي، يعني ما تزودهاش، ما تسيبش العيال يعني مريحين لا، تسيبهم مريحين بس قبل ما تسيبهم مريحين ماديا علمهم هذا النعيم اللي انا هسيبه لكم ده مش بتاعك، علشان يكونوا خير خلف لخير ايه؟ سلف. واذا مات ابن ادم انقطع عمله الا ومنهم ولد صالح. انت اربط الدنيا كلها مع بعض، ما تسيبش الدنيا كل حاجه في حالها كده او لوحدها عشان تقدر تمشي في دنيتك وانت عارف. ولو سالني غلاف صوت لم اعطه. ليس ذلك، شوف بقى ربنا، شوف الحديث بيوضح ازاي. ليس ذلك لهوان له عليه، مش معنى ان انا مستهيفه او ملوش قيمه عندي عشان كده مستحقره. فالغني يبقى معنى كده الناس تبقى فاهم ان الغني ربنا مديله يبقى راضي عنه. طب والفقير مش في الحسبان بتاع ربنا، فربنا مش حاطه في حساباته، حاشا لله. اوعى ده يبقى تفكيرك ابدا، اوعى ده تفكيرك يكون ده. ليه؟ لانه هو ربنا بيقول لك اهو: ليس ذلك لهوان له عليه ولكن اريد ان ادخر له في الاخره من كراماتي. مين عايز الدنيا يجي على جنب، ومين عايز كرامه ربنا في الاخره يجي على جنب. فاختار. هو ما ينفعش يبقى الاثنين، ينفع لو انت بتدور على كرامه الاخره ربنا قدام ربنا يوم القيامه، والله العظيم ربنا هيديك اكبر كرامه في الدنيا. وان هي ايه هي اكبر كرامه في الدنيا؟ انك ساعه لما تموت تلاقي الناس تقول ايه؟ الله يرحمه. لان في ناس تانية بتقول الله يلعنه، غار وراح في داهيه، خلصنا من شر والعياذ بالله. صح؟ إن كان خيرا فخير إيه؟ تعجلونه إلى قبره وإلى حسابه وإلى لقاء ربه، وإن كان شرا فقد وضعتم الشر من على أكتافكم وعلى أعناقكم. راح خلاص، مالناش دعوة بيه. سيرتك في الدنيا أكبر كرامة لك في الدنيا إنك تطلع من الدنيا والناس بتدعي لك. وكلما ذكرت جاءت سيرتك بالحسن، وكلما دعوا لك، اللي يعرفك واللي ما يعرفكش ربنا. طب واللي ما يعرفكش، ما هو مش انا اللي بقول برضه. اذا احب الله عبدا نادى يا جبريل اني احب عبدي فلانا فاحبه، فينادي جبريل في اهل السماوات السبع: يا ملائكه الله ان الله يحب عبده فلان فاحبوه. فتنادي الملائكه في اهل الارض وقد القي له القبول في الارض. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. كده الدنيا ماشيه مع بعضها. ولكني أردت أن أدخر له من كرامتي
وأحميه من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوء. شفت اللي بيرعى الغنم ماسك العصاية عمال يبعده منها، عشان ايه؟ اصل الغنم الشاردة اسهل ما يكون ياكلها الايه؟ الديب. انما اللي ماشيه مع بعضها الديب هيحتار يدخل فين، والراعي بيحوط عليها فما يعرفش يتملك منها. ولذلك لما تكون داخل الجامع بشوف ناس ياخد لوحده كده جنب ويصلي، او يصلي في صف لوحده ما يبتديش مع الصف. اوعى تنفرد في الصلاه، لان الشيطان هيستفرد بيك. يد الله مع الجماعه دي بس بالايه؟ بالمره كده. ولكن اريد ان احميه كما يحمي من مراعي السوء، كما يحمي راعي الغنم غنمه من مراعي السوء. يا موسى ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء أن خزائني ضاقت عليهم وأن رحمتي لم تسعهم. حاشا لله. هو رحمة ربنا ضاقت؟ يعني هو ربنا طب ليه ربنا ما خليناش كلنا أغنياء؟ ليه الفقير يعني لازم يتعب ولازم يبقى يعاني ولازم؟ أيوة، عارفين ليه؟ إيه؟ ده طبعا ما الاختبار ده أساس. الاختبار ده أساس علشان يجعلك أنت الفقير اختبار للغني. مصيبة دي. طب أنا ذنبي إيه؟ ما هو لازم وجعلنا بعضكم فوق بعض إيه؟ درجات. يقوم الفقير ربنا يقول للغني إيه؟ خلي بالك في حاجة اسمها الزكاة وفي حاجة اسمها الصدقة. كنا بنتكلم امبارح على شكرة شكرة الغنم أو الناقة وشكر البئر. يعني إيه؟ امتلأ وفاض. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تفتكر ان ربنا اداهولك ده بتاعك. ده مش بتاعك يا مسكين. انفقوا مما جعلكم الله ايه؟ مما جعلكم مستخلفين فيه. ده مش بتاعك، ده ربنا بيختبرك. هو ادالك عشان يشوفك انت هتدي للفقير فلوسه. فلوس مين يا عم؟ والفلوس الفقير اللي هو عنده فلوس تصدق انها مش بتاعتك؟ تصدق ان هو حاططها امانه عندك؟ حق ده اهو يشوف هتدي له حقه ولا هتشفطه؟ مصيبه دي. اختبار والله العظيم، اختبار شديد جدا. انت هتطلع الزكاه. عارفين احنا لو بنطلع الزكاه صح كان يبقى في فقير. معنى ان في فقير يبقى ايه؟ يبقى في ناس ما بتطلعش الزكاه. يبقى في ناس ما بتطلعش الزكاه واللي بيطلعوا الزكاه ما بيطلعوش صح، ويقعد يتفلسف اطلعها. طب ما انا هقول لك يا عم الحاج، اصل انا هدي له فلوس، ده بيشرب سجاير. طب وانت مالك؟ هو بيشرب سجاير ما يجوز عليه الزكاه. مين اللي قال ان شاء الله؟ مين اللي قال؟ زي يقول لك انا هحرم ابني من الميراث علشان ده عاق. اوعى، هتخش جهنم حتى لو ابني عاق، حتى لو ابنك عاق. اوعى. في حاجات كده لازم تتعرف وتذكر والناس تتكلم فيها مع بعض كده علشان ما نقعش في مصيبه سودة. لازم تقوم هنا ربنا بيختبر الغني، يشوفك هتطلع حق الفقير اللي عندك اللي انت مؤتمن عليه. مش فلوسك، مش بتاعتك يا بني ادم، ده حقه. هيشوف هتديله حقه ولا لا. طب انا دلوقتي اطلع الزكاه ازاي؟ ويا ريتها وقفت عند الزكاه، ويا ريتها وقفت عند الزكاه. تصدق انه في ايام الاختبارات العامه والابتلاءات العامه زي مثلا عام المجاعه وعام الرماده او الاوقات اللي احنا فيها ديت، ان الفئه المتوسطه اصبحت دخلت تحت خط الفقر، او ده لما لو قال لك فلان موظف تعرف انه على طول يحتاج ذكر. موظف يبقى على طول يدخل من ضمن المصاريف الثمانيه طالما موظف. ده بياخد مرتب. حتى لو بياخد مرتب لازم تبقى تسأل وتعرف. تقوم اعرف ايه؟ ده الزكاة. طب وغير الزكاة؟ صدقات. لا ده مش فرض يا عم الشيخ. ايوه مش فرض لكن ربنا هيسألك عنها ولا لا؟ طيب انت حضرتك بايت شبعان وجارك جعان، ربنا هيسألك عنه ولا لا؟ فالموضوع هنا مش موضوع انه الزكاة فرض، ده الفرض الصريح، والصدقة الفرض غير الصريح اللي لابد ان انت تأديه. تطلع صدقات من اللي ربنا انعم عليك بيها. علشان ايه؟
سيدنا النبي قال ايه؟ داووا مرضاكم بالايه؟ الله. هي الصدقه هنا فرض ولا سنه يا عم الشيخ؟ هتقول لي سنه، لكن هنا دخلت في حكم الايه؟ زي الصلاه على سيدنا النبي فرض ولا سنه؟ الناس كلها هتقول لك سنه، انا بقول لك لا فرض، والله العظيم فرض. والصدقه تدخل او اقرب ما يكون في حكم الفرض. فاوعى تكون متساهل في هذه الامور، لان دي علشان ربنا بيقول لك ايه؟ شوف، اردت ولكني فرضت الفقراء في اموال الاغنياء ما يسعهم. اردت ان ابلو الاغنياء كيف اداءهم ولا مسارعتهم. شوف لفظ الحديث، كيف مسارعتهم. ده مش مستني، ده بيجري عايز يلحق يخلص الليل، لانه محدش عارف هو هيموت امتى. لكن لو جه ملك الموت وعلى عليا، كل واحد يتحاسب بقى باللي عليه.